طاب مساءكم بكل خير. نشرة مفصلة للأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، والبدء بأبرز العناوين. تقديم 28 مليون نقفة إعانة لأسر الشهداء في الإقليم الأوسط. الإريتريون في جنوب السودان يحيون يوم الشهداء. دعم أسر الشهداء تعبير عن اعتزاز الشعب بشهدائه. تأهيل أسر الشهداء بالمؤسسات التجارية بكرن. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أوضح السيد ياسيف تسفعي مدير فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط أن الفرع قدم خلال ال5 أشهر الماضية 28 مليون نقفة كمساعدات لأسر الشهداء بالإقليم. وأشار في هذا السياق إلى أن أسر الشهداء يحصلون بالإضافة إلى الدعم الشهري الذي يتلقونه من الحكومة على الدعم المقدم من قبل الإريتريين المقيمين في الخارج، حيث تبرع الإريتريون المقيمون في دول المهجر خلال الأشهر ال5 الماضية ب2,500,000 نقفة قدمت كلها لأسر الشهداء. وأشاد السيد يوسف تسفاي بدور المغتربين في دعم أسر الشهداء انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري ولعلمه بأن دعم أسر الشهداء لا يخص الدولة وحدها ظل يساهم كل حسب قدرته في دعم هذه الأسر ليعكس بذلك ثقافة التكاتف والتعاضد بين أفراده. كما نوه إلى أن أسر الشهداء وبفضل الدعم الحكومي وكذا تبرعات المواطنين في الداخل والخارج يسيرون حياة مستقرة. من جهة أخرى أشاد أسر الشهداء في الإقليم الأوسط بالدعم المقدم، حيث قال كل من القس كيدان مريم أبرهة والمواطن إيمان سراج بأنهم يعيشون حياة مستقرة بفضل دعم الدولة والمواطنين. وفي ذات السياق أوضحت كل من السيدة هيوت سرقة ولت خدان محاري أنهما ينعمان في ظلال الحرية التي تحققت بتضحيات الشهداء، معبرات عن فخرهن بوفاء الحكومة والشعب بأمانة الشهداء. كما أوضح الشاب تسفى ألم زكرياس والسيدة أبابا جريسوس بأن الدعم المادي والمعنوي الذي يقدم لهم من قبل الحكومة والشعب يعد مبعثا للفخر والاعتزاز. أحيا الأريتريون المقيمين في جمهورية جنوب السودان في 19 من يونيو ذكرى يوم الشهداء، وتخللت المناسبة أنشطة تعكس بطولات الشهداء وتضحياتهم وتجديد العهد لتنفيذ وصيتهم. وأوضح ممثل السفارة الإريترية في جوبا السيد تخلى جبر مسقل في الكلمة التي ألقاها في المناسبة عن جسامة الأمانة التي تركها لنا الشهداء، داعيا المواطنين للتصدي بوعي لكافة المؤامرات والعدائيات. وشدأ بمبادرات الإريتريين المقيمين في جنوب السودان ومساهماتهم في رعاية أسر الشهداء، داعيا إلى مواصلتها. أوضحت أسر الشهداء في مديريتي أفعبت وجندع بأن دعم أسر الشهداء من قبل الحكومة والشعب يعكس مدى اعتزازنا بالشهداء. وذكر السيد سعيد علي الشيخ والسيد سعيد محمد إدريس والسيدة بركة محمد علي من سكان فلكت في مديرية أفعبت أن المساعدات الحكومية والشعبية تساهم في استقرار حياة أسر الشهداء. وضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية أفعبت السيدة فاطمة الحاج أن المواطنين في الداخل مثلهم مثل مواطني المهجر يتخذون مسؤولية إعانة أسر الشهداء من ضمن أولوياتهم. وأشارت إلى تأهيل 20 أسرة شهيد بتمليك المتاجر المختلفة لها، موضحة عن تقديم أكثر من 7 ملايين نقفة كإعانات لأسر الشهداء هذا العام. وقد تبرع السكان بأكثر من 100,000 نقفة لمساعدة هذه الأسر. وفي ذات السياق شكرت السيدة آمنة محمد والسيدة أرهيت محمود من أسر الشهداء في مديرية جندع بالدعم المقدم لهم من الحكومة وسكان مديرية جندع. وقد تبرع سكان جندع في مناسبة أحياء يوم الشهداء بأكثر من 462 ألف نقفة وزعت على أسر الشهداء بمعدل 6,000 نقفة لكل أسرة. وقال مسؤول الإدارة والمالية في مديرية جندع السيد تولد تسفازجي أن 20 من مايو مناسبة
أو أن 20 من يونيو مناسبة لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. من جهة أخرى ذكرت أسر الشهداء في مصوع أنها تعيش حياة كريمة نتيجة الدعم الحكومي والشعبي. كما تم تأهيل 14 أسرة شهيد بالتعاون بين إدارة مدينة مصوع ومختلف المؤسسات الحكومية خلال هذا العام. أوضحت أسر الشهداء في مدينة كرم بأن تأهيلها بالمؤسسات التجارية المختلفة ساهم في تحسين حياتها المعيشية. وذكرت زوجة الشهيد وأم لثلاثة أطفال السيدة أمنة جابر علي وأبي الشهيد السيد حامد ضرار وزوجة الشهيد السيدة أسكنة بخرطين أن برنامج التأهيل بالمتاجر حسن من حياتهم. وقال مسؤول الخدمات في مدينة كرم يوهنس تسفاي أن برنامج التأهيل جزء من أنشطة رعاية أسر الشهداء. وفي ذات السياق تم تأهيل 15 أسرة شهيد في ضواحي أندرايب وقدسة ودكسة وشلاب وعلبانة بمديرية أغردات بتخصيص مبلغ 20,000 نقفة لكل أسرة. وشارت السيدة سعدية آدم والسيدة مريم تيتا إلى أن الدعم المقدم يساهم في تحسين معيشتهن. وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مديرية أغردات السيدة فاطمة إدريس أن برامج التأهيل تعتبر جزءا من جهود تحسين معيشة أسر الشهداء وستستمر هذه البرامج لاحقا. مشاهدينا الأكارم، انتهت نشرة الأخبار. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.